السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة فيلوسوفيا، أرحب بكم مجددا في هذا الفيديو الذي سنحاول فيه ومن خلاله إعطاء بعض النصائح العملية للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحان الوطني لسنة ثانية بكالوريا، فكونوا في موعد. أول نصيحة في هذا الصدد تتمثل في تلخيص المواد التي تتطلب تلخيصا. وملي كنهضر على التلخيص كنهضر على التلخيص المركز، ما كنهضرش على التلخيص اللي هو عبارة عن اختزال، كما أنه ما كنهضرش هنا على تكرار التفاصيل المملة. عندما نتحدث على التلخيص المركز بمعنى أنك ستركز على النقط الأساسية، وكتكون عندك أيضا القدرة عن أنك تفصل في دوك النقاط بأسلوبك الخاص وبلغتك الخاصة. هذه النصيحة الأولى. النصيحة الثانية تتمثل أن المراجعة ماشي بالضرورة أنها كتكون في شهرين ولا في 3 شهور ولا حتى في شهر، ممكن أن المراجعة تكون في أسبوعين، ولكن باش تكون المراجعة ديالك مراجعة مثالية خصك تكون ملتزم بواحد البرنامج اللي هو يكون صارم. خصك تاخذ عدد الأيام اللي عندك وتقسمها على عدد المواد اللي عندك، وملي كتقول مثلا 3 أيام غادي نراجع فيها هذه المادة هذه، خص بالفعل 3 أيام خصك تراجع فيها هذيك المادة هذيك. بطبيعة الحال خصك تكون الالتزام ديالك بهذا البرنامج هذا كما قلت التزام صارم. وقد ما كانت المراجعة ديالك الدقيقة قد ما كان الضبط ديالك ديال المعلومات ضبط متميز. هذا من جهة. من جهة أخرى كنلقاو أن بعض التلاميذ كيطرحوا بعض الأسئلة اللي صراحة الجواب ديالها كيكون في علم الغيبيات. واش الامتحان ديال هذا العام غيكون سهل ولا واش الامتحان ديال هذا العام غيكون صعيب؟ اللي خصك تعرف في هذا الصدد هذا أنك ما تشغلش بالك بمثل هذه الأسئلة، لأنه ملي كتعمر راسك بأن الامتحان هذا العام هذا يقدر يكون امتحان سهل، يقدر تراجع وتصاب بواحد النوع من التراخي، ما غاديش تراجع الدروس ديالك كما يجب. وكما ايضا الا عمرتي راسك بديك الفكره ديال ان الامتحان ديال هذا العام يقدر يكون صعيب، ربما ستصاب بنوع من الاحباط ويقدر ما تراجعش ايضا الدروس ديالك كما يجب. وبالتالي دوك الاسئله وجب تاجيلها الى وقتها. اللي خصك تركز عليه في هذا الصدد هذا هو انك دير داكشي اللي عليك وكفى. النصيحة اللي بغيت أيضا نزيدكم في هذا الصدد هو أنه كنلقاو بعض التلاميذ أنهم كيعانيو في بعض المواد. ملي كنقولوا كيعانيو بأنهم بينهم وبين أنفسهم كيواجهوا بعض الصعوبات اللي قليل فيهم كيصرح بها. في هذا الصدد هذا ونصيحة لوجه الله، ديروا تمارين في دوك المواد اللي كيواجهوكم فيها صعوبات، ولا بأس أنكم ديروا دوك التمارين للأساتذة ديالكم وتطلبوا منهم بطبيعة الحال يصحوا لكم دوك التمارين. اكيد انه تمرين ورا تمرين غادي تلاحظوا بان الاداء ديالكم كيتحسن، وبان شحال من حاجه كانت غامضه بالنسبه لكم ولات واضحه. هذا فقط بعض النصائح العمليه اللي كنتمنى انكم ديروا بها، وكما ديما كنقول لكم دام النجاح والتوفيق حليفا لكم.